أول شي سلام عليكم، والله من زمان هاكم قاطع سنتين، والله إني ظالم، استغفر الله العظيم. موضوع مقطع اليوم جدي ما في مزح وطقطقة، فلو عجبتكم مقاطع زي اكتبوا لي في التعليقات، بس ما تكتبوا الحين، اكتبوا لما نخلص فيلا بينا على القصص. طبعا كلنا سمعنا ونعرف قصة زلزال المغرب وإحصار وفيضانات ليبيا، فاليوم بحكي لكم قصتهم بشكل مختلف ومعلومات ما حد بينها وقالها، فكملوا المقطع للنهاية وبتفهموا كل شيء. قبل ما ندخل في القصة اضغط لايك واشترك لو عجبك المقطع، وبس ما نزيد عليكم كلام زيادة، ليتس جو. طبعا قبل فترة صار زلزال بقوة 6 ريختر ضرب مدينة مراكش في المغرب وسبب ضحايا كثير وتوفوا حوالي 2000 شخص الله يرحمهم. فلما ضرب زلزال مراكش تضررت قرى جنب مراكش وكثير من القرى اللي تسكن الجبال والوديان. فالجيش المغربي بدأ يعمل دوريات على الجبال يدور قرى متضررة من شان يساعدوا ناسها، والحين لساتهم يدوروا على قرى وناس متضررين من شان يساعدوهم. الله يجزيهم ألف خير، واصلا هذا هو واجبهم، حماية شعبهم ومساعدته. وما شاء الله عندهم ملك متواضع وقوي يتبرع بدم للمصابين في الزلزال، وهو ولاعبين المغاربة زي ياسين بونو واشرف حكيمي وكثير. وكريستيانو رونالدو فتح فندق للعائلات المتضررة من الزلزال، وبدت العائلات تسكن في الفندق، وما شاء الله على تواضع كريستيانو وناس كثير، والحمد لله ما صارت خسائر كبيرة في المغرب. والحين ندخلوا في قصة أعاصير وفيضانات ليبيا. جيبوا معاكم أي شيء يتاكل وندخلوا في القصة. طبعا بعد زلزال المغرب بيوم واحد بس جاء إعصار وفيضانات دمرت مدن في الشرق الليبي. شوفوا بالله هذه إعصار تحسها من فيلم، مو حقيقي أصلا، بس هو حقيقي 100%. هو في مدينة درنا. طبعا لما شافوه الناس خافوا وقالوا خلاص يوم القيامة، وبدوا يشهدوا. وهو دمر بيوت كثير في درنا، وبعدها راح الإعصار البحر ومشى، فالناس ارتاحوا وحسبوا انتهى، بس للأسف ما انتهى. الإعصار لما راح للبحر لف على يمين مدينة درنا ورجع لهم، بس زي المرة رجع مع فيض. فلما لف الإعصار المدينة من وراء وكل هاد نص الليل الساعة 3 الفجر، كان الإعصار اللي وصل لسد درنا وغدر على اللي كانوا فيه، وما لحقوا يعطوا انذار انه السد انفجر وجايكم فيضان. تفجر السد وخدوهم الاعصار والفيضان اللي كانوا هناك. لما انفجر الاعصار السد الناس سمعوا الانفجار، بس ما عدلوا عليه لانهم متعودين على اصوات الرصاص والانفجارات، فما عدلوا عليه وناموا. ودخل عليهم الاعصار الفيضان نص الليل وهم نايمين، فما لحق حد يطلع نفسه إلا القليل. والفيضان أخذ بيوت كثير ودمرها وسبب ضحايا كثير، وصل ضحايا الفيضان 12,000 ضحية و100,000 مفقود. وما علينا غير نترحموا عليهم ونتصدقوا عليهم ونساعدوا اللي بقوم. لو أنت من ليبيا وحاب تتبرع لأخواننا في درنا من ليبيانا حتى مدار، حط نجمة 119 مربع وتقدر تتبرع من دينار لين 1000 دينار، وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. ومن ناحية تانية فيضان درنا خلى كل الليبيين يد واحدة، ويمكن ربي مقدر ترجع لي أحسن من توا وقبل. فكل الليبيين من الجنوب ومن الغرب ومن الشمال ومن كل مكان في ليبيا بدوا يساعدوا أهل درنا بسيارات وحفارات وكل شيء محتاجينه. فيعني الليبيين اللي ربي يعطيهم فلوس وعندهم معارض سيارات يتبرعوا بسياراتهم لأهل درنا من شان يحطوا فيها الموتى الله يرحمهم. والحكومتين الليبيات صاروا يد واحدة. دقيقة بفهمكم، توا هنا في ليبيا في حكومتين وفي عاصمتين، الأولى طرابلس وهي العاصمة الأساسية، والثانية بنغازي. طبعا رئيس حكومة طرابلس هو عبد الحميد بيبة، ورئيس حكومة بنغازي هو خليفة حفتر. يعني في بيناتهم مشاكل وكذا، وكل واحد ومناطق. فدرنا ما كانت لحكومة طرابلس ولا بنغازي، كانت وحدها والكل معاه. فلما صار الإعصار والفيضانات في درنا، فجاء جيش طرابلس وجيش بنغازي وما صارت بيناتهم هي مشاكل، بدوا يساعدوا بعضهم وبدوا يساعدوا الناس ويطلعوهم. وهذه خطوة حلوة لليبيا كلها، وإن شاء الله ترجع ليبيا زي الأول وأحسن. فكملنا كل القصص، وإن شاء الله عجبكم موضوع المقطع والمقطع نفسه، وأعطوني رقم في التعليقات. ولو وصلت لهون وأنت لسه تشاهد فأنت أسطر الأساطير، والسلام.